بصوا انا عملتها اهو، هقطعها كلها، خدها كلها كده يا ابراهيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا يا جماعه والله العظيم ملوش احمر وجميل ازاي. بصوا شايفين البشاميل طالع ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجدع اخوات، عاملين ايه؟ طبعا النهارده انا مش عارفه اعمل اكل ايه، فجبت كيلو كوسه قطعته، ما رضيتش اعملها بالطول عشان ولادي ما بيحبوهاش بالطول، وقطعته وقلت اعمل النهارده باذن الله حبه كوسه كده باللحمه المفرومه زي طاجن كده، واعمله وباذن الله تشوفوه معايا وانا بعمله كده. هو سهل وبسيط بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنا طبعا انا عندي السمنه، انا مش مسيحاه، عملت نصه كده. قلت ايه انا يعني ينفع لاكله تانية، ممكن اعمل صينيه، ممكن اعمل اللهم صل على النبي صينيه بطاطس كده باللحمه المفرومه برضك، تبقى اكله تانية. عشان انتوا عارفين اللحمه دلوقتي بقت ب 270 والظروف مش زي الاول، وبعدين المطبخ طبعا انا جايبه حاجات بالاسم والدنيا مش زي الاول. انا بحكي لكم كل حاجه بصراحه، والبرنامج اللي انا كنت داخلاه وكان بعد ربنا مصدر رزق، انا ما عنديش معاش طبعا. فعايزه اقول لكم يا جماعه النفوس المريضه عملت لي ابلاغات عشان يقفلوا لي اللايف، رغم ان انا يا جماعه والله العظيم كنت اول واحده عامله لايف جبر الخواطر ده. انا ممكن اعمل اكل في 10 دقايق يا جماعه، انا لو عندي اصناف اكل، بس انا طبعا اصل مش هنضحك على بعض، كل يوم هنعمل اكل اشكال والوان. طبعا الظروف مش سامحه، فكلنا ربنا عالم بظروفنا، احنا لازم. لا اهو اللحمه المفرومه اهي ما شاء الله، بصوا عملت قد ايه. طبعا بديت اشوفها كده على النار زي صدمه على النار كده. انا بتكلم معاكم، انا عايشاه معاكم بنرضي الله. انا والله العظيم ما في حاجه بقولها لكم بتجمل فيها. انا كنت جوزي قبل ما يموت كنت غنيه، وكان عندي فلوس، وكان عندي عرض، كان عندي كل حاجه، والحمد لله مستوره مستوره ببركه ربنا بدعوه الراجل اللي انا كنت متجوزاه الله يرحمه ويسامحه. فهو كان داعي وراضي عني قوي قوي قوي. كان ميت الليله اللي مات فيها يا جماعه داعي لي فيها ان ربنا يكرمني وهيعوضني خير. قال لي بكره الناس كلها تحكي عنك، وبلا فخر. انا لو دخلتوا البرنامج التيك توك هتسالوا كده مين اول جبر خاطر، هيقولوا لكم هند هازم. اي نعم اذيت كتير قوي، بس انا راضيه بعوض ربنا، عارفه ان عوض ربنا جاي كبير. الحمد لله. كان نفسي اعمل مطبخ زي ما انا نفسي فيه، والله العظيم صرف عليا كتير يا جماعه. هو تفكرنا بقالي سنتين بعمل فيه وصرفت كتير، بس وناقصني الشفاط. على فكره انا لسه ناقصني الشفاط بتاع البوتاجاز، بس ربنا يسهل. الحمد لله ان الجو لسه ما بحررش قوي عشان يعني المطبخ ما يسخنش. بس عايزه اقول لكم والله سخنت البوتاجاز فريش، الفرن بتاعه ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما بيحتاجش، هو فيه تهويه ما بيسخنش المكان ولا اي حاجه. الحمد لله يعني ده بفضل الله. طبعا هشوح كده البصله في قلبها، انا بحط البصله كده في قلبها، ما بحمرش بصله انا، تبقى في منتهى الجمال يا جماعه. عمالين محتارين هناكل ايه هناكل ايه. طبعا شغاله بايد بصوا طبعا دي التوابل اللي انا حطاها. حاطه مرق الدجاج، حاطه فلفل اسود، حاطه بهارات 7 بهارات، حاطه بابريكا، حاطه توابل لحمه، حاطه اللهم صل على النبي كاري. كل ده هنزل بيه اهو بالفلفل الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرت حاجتي مش زي الاول عشان خاطر انا دلوقتي معيش حد يناولني. جوزي جاي من الامتحان ونايمه، ادعوا لها ربنا معاها كده، كله يدعي لي في الكومنتات ربنا ينجحها. وعايزه اشوف لايكاتكم، وانا عارفه ان انتوا بتحبوني. اللي بيتفرج عليا ولسه ما حبنيش بالله عليك دوس لايك. حتى لو انت مش بتحبني دوس يعني لو مش هتعمل لي لايك انا موافقه، بس عايزاكم تبقوا معايا كده. والله العظيم لو عرفتوني بجد هتحبوني. بحب الخير للناس وبتمنى الخير، وعارفه ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضني خير. انا كنت طول عمري نفسي ربنا سبحانه وتعالى يديني حاجه اعملها، ربنا يرزقني منها. طبعا انتوا اخواتي اللي بتحبوني. عايزه اقول لكم ان انا هنا في اليوتيوب فاضل لي بالظبط 9 دولار واخد 100 دولار من قلب القناه. فانا بتمنى من ربنا كده ربنا يسخر لي جنوده باذن الله، اللي يقفوا جنبي والمشاهدات تزيد عشان اخد او يجوا لي على اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا ما بفتحش لايف عشان الوقت ضيق ومش فاضيه،
فربنا كبير قوي قوي قوي، وباذن الله العوض هيجي من عند ربنا. اشتغل ما عنديش ستاند فقمت اشتغل بايدي، حضرت حاجتي. ده طبعا فلفل الوان حاطه كده، فلفل الوان بس مفيش فلفل اصفر اللي هو الاحمر والاخضر بس. اللهم صل. دلوقتي الفلفل الالوان يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، دلوقتي الفلفل الاخضر عامل 40 جنيه. عصك حلوه قوي كده، وهنزل بقى بشويه سكر صغيرين كده. انا بعملهم كده بتفائل بيهم يعني، كسنة عن الرسول عليه الصلاه والسلام. الملح والسكر دول سنه الطعام، بيدي طعام كده بيخليه طعمه حلو. طبعا انا عايزاكم بجد، انا يعني حاولت انا عايزه اقول لكم انا نفسي القناه تكبر بيكم. انا معفلوا لي باب هناك، بس انا عارفه ان باب ربنا عمره ما بيتقفل. هم عملوا كل حاجه عشان الباب يتقفل عليا وما يبقاش عندي مصدر رزق، لكن عارفه ان قناه اليوتيوب بفضل الله هتشتغل، وبفضل الله هتعلى بيكم انتوا، عشان انتوا اخواتي اللي بحبكم في الله. فطبعا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا اللحمه ان شاء الله يعني الريحه والشكل كترت ازاي اهو، من ربع كيلو بقى قد ايه. هتاكلي عيالك وتبسطيهم، وفي نفس الوقت هتوفري اكله تانية. هتعملي ايه طيب؟ انا دلوقتي ظروفي بقت غير الاول. ايام ما كان عندي رزق في التيك توك وكانت والدتي تقول لي يا بنتي اعملي معاش، اقول لها ما الحمد لله ربنا ساترها، هعمل معاش ليه؟ في ناس تانية غيري اولى. وكنت انا ما اعرفش ان الدنيا هتعمل كده بيا. كان عندي صفحه فيها 40,000 متابع، عملوا لي ليها ابلاغ، قالوا لي اللايف حظر دائم، وانا شغاله من الصفحه الصغيره والحمد لله وراضيه برضا ربنا. عصرت شفشقوطه كده، توصل القوطه بتعمل كل حاجه يا جماعه، انا بعمل لكم عليها ريفيو هتعجبكم قوي. طبعا بصوا اللحمه كده اعتبرت على الصعيد، هنزل بيها دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الصويا صوص كده حبه صغيرين كده بيدي طعم جميل ومزازه جربوا يا جماعه، انا بستعملها في اكتريه اكلي بتبقى تحفه، بالذات مع اللحمه المفرومه اللي بتتعمل للمشويات ويا جماعه بالله عليكم بالله عليكم اللي بيشوفني بالله عليكم تابعوني، واللايكات بتاعتكم كده بالله عليكم، واللي مش عامل لي متابعه يعمل لي متابعه. انا مش شايفه الصفحه بتزين يعني، ان كنت انا بجد بحبكم فانا بحبكم في الله عشان انتوا اخواتي، فبالله عليكم لو بتحبوني بجد اعملوا لي متابعه. وانت واقفه على الحوض كده، اي حاجه انت عملتي دلوقتي الحاجه وانت واقفه قبل ما الحاجه تتوسخ تروحي غسليها، تبصي تلاقي ما بقاش عندك ايه مواعين ولا حاجه. هصلي وارجع لكم تاني. حطيت هنا الحله وحطيت فيها يعني مغرفه سمنه، وسايباها زبده بردك، وسايباها تسيح اهي على النار جميله. بصوا كده يا جماعه، انا هحطها تسيح على النار كده. انا بستسهل العينه في النص دي عشان قريبه مني، وكمان يعني شغلي كله بيبقى عليها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الحلل دي يعني مريحاني جامد يعني بجد، عوض ربنا كبير. بصوا انا هعلي النار شويه عشان استنى الزبده تسيح عشان اوريكم اعمل ايه. بصوا هنزل بقى كده هوريكم. انا هنزل ب5 معالق دقيق، مش عايزه ازود البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق ده انضف دقيق موجود. فوطي النار بقى كده عشان الدقيق ما يتحرقش مني. الحله بتاع بايدي لو كنت عماله اعمل بالمعلقه اللي هي مش خشب. ثواني عشان الطعم هيبوظ وانا مش حاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه بارد كده، بقلب كده على البارد، مش بحمره بقى، بقلبه كده بس على البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه بتسيح معايا اهي في قلبيها. بحط له لبن نيدو يا جماعه. كيس لبن النيدو يا جماعه بقى ب10 جنيه، ما شاء الله. كيس لبن النيدو بقى ب10 جنيه يا جماعه، بيدي طعم في البشاميل كده. حط
كيس اللبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مشكله، انا بقى هظبطه بعد ايه ما احط. حطيت كيس الا ربع كده عشان انا عندي كده حبه لبن، وهكمل اعمل بيه ايه عصير. بس انزل كده اوريكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ايه كل ده البشاميل يعتبر على البارد، انا موطيه النار. عايزه اقول لكم انا بفتح كيس اللبن، التوابل اهي كلها. انا مجهزه حاجتي لان انتوا عارفين انا بصور. انا عايزه اقول لكم بصور وانا بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هرجع لكم تاني. حطيت اللبن، بس عايزه اقول لكم غمقي شويه الفلفل الاسود، غمق اللبن شويه مش مشكله. وحطيت من الجبنه الموتزاريلا كده شويه في قلبها. ببركه الله كده الصحب بيبقى سهل. بصوا انا طبعا كده كل ده على النار، ايدي شغاله على النار وانا بعمل في البشاميل. المفرومه انا يا جماعه ماسكه بايد وبشتغل بايد تانيه. بصوا بفضي اللحمه المفرومه كده، فضيتها كلها في الصينيه وهوريكم هعمل ايه. هنزل بالكوسه كده، كيلو الكوسه كله. المواعين الحوض بقى فيه مواعين مش مخليها طبق دلوقتي، بس مش مشكله شويه صغيرين هيتعملوا. بصوا انزل كده هقلبها كلها. خلوا بالكم في كوسه بتتعمل طويله، بتتقطع طويله جوانح كده وبتتقور وبتتعمل، بس انا ولادي ما بيحبوهاش، ما بيحبوش الا الكوسه كده. بشاميل طول عمرنا بنعمله كده، بيبقى في منتهى الجمال يا جماعه. بصوا انا كده قلبتها كلها بصوا عشان اللحمه القطه فيها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره انا النهارده تعبت في التصوير قوي، يا ريت بالله عليكم تشاهدوا لي الفيديو. انا حطيت والله الكيس كله اهو عشان ايه تبقى شاده كده وجميله. بصوا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بالله عليكم ما تنسوش قبل ما الاكل يستوي طبعا، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص. طبعا يا جماعه بصوا انا بغسل البوتاجاز قبل ما الاكل بيستوي في الفرن، وهو البوتاجاز لسه سخن بروح دعكاه كده كويس عشان لو سبته اللي فيه هيمسك. وده طبعا انتوا عارفين ان السطح اتفال يعني ايه معرض يقشر معرض حاجه، فانا بحافظ يعني. عايزه اقول لكم كفايه وانا بركبه في حته منه اتقشرت الحمد لله. لما بتيجي في الحاجه الحمد لله. مش عارفه هي هتبان هنا ولا لا اهي، مش عارفه مش باينه اهي. فانا بقول لكم بحرص بقى وبحافظ يعني. دلوقتي انا بقى في نظام في حياتي غير الاول. دلوقتي انا ما بخرجش من المطبخ قبل ما اكون لان انا صرفت، وبعدين خلاص ما بقاش في مجهود تاني ان انا اقدر اجيب اسد بس اللي عليا الاقساط اللي عليا، وبعدين ربنا يسهل. عشان انا طبعا عندي شاب عاوز يتجوز وعندي هم ربنا اللي يعلم بكل واحد ظروفه شكليه. فطبعا بصوا باخده كده وهو سخن، ويوم يعني مش كل يوم بشيل الكبش، بشيلها بعد كل يومين يعني فاهم يعني. يومين كده باذن الله اروح شايلها دعكها بالسلك الكبش لانها نحاس من تحت كده. باخده كده وهو سخن كده. طبعا الرز كنت مولعه عليه. الكبش بقى اللي هي الذهبي دي انا باخدها كل يومين بغسلها بحته سلكه كده، احط لها استراس وبتبقى زي الفل. يفضل بقى المطبخ نضيف معاكي طول ما انت شغاله فيه وايدك فيه، فالمطبخ هيبقى نضيف معاكي. بحاول ما اوسخش قوي البوتاجاز عشان البوتاجاز يفضل بحالته، لان انا مش عايزه اجهد نفسي على العيد زي ما جهدتها. انا عايزه اقول لكم انا قعدت لحد 5 يوم رمضان بعمل في الشقه، لان كنا بنوضب وبنعمل الرخام اهو. بصوا الرخام السيراميك مطرح ما انا مثلا عملت الاكل وباجي هنا عند سقف المطبخ من فوق بروح داخله، لان لسه ما ركبتش الشفاط عشان الزيوت ما تتركمش تاني فوق. بصوا حد باذن الله ما اعمل الشفاط همسحه حلو وارجع لكم تاني عشان انا ماسكه بالتليفون. حاضر يا استاذه جوجي.
انت مش مخليه وراكي مواعين ولا وراكي حاجه، بصي تلاقي كل الصعب بقى سهل. برضك انا عايزه اجيب لي طقم تاني. انا جبت كام طبق صيني كده، نص طقم صيني كده جبته، بس عايزه اجيب يعني طول ما احنا قاعدين في المطبخ، طول ما احنا هنعوز حاجات، لان المطبخ انتوا عارفين ما بيشبعش من الحاجات، وباذن الله كده كل حاجه هنجيبها. انا طبعا الطبق اللي بصبونه بشيله، ما بركنش عشان ما بخليش الصابون فيه. اخلص خالص كده وارجع لكم تاني. طبعا بصوا المطبخ خليته شكله ايه. عايزه اقول لكم اللنده اللي تحت الحوض هنا اللون الليد، البوتاجاز بقى قشطه والحوض زي الفل. وطبعا انا عملت غسلت القدره بتاعت الفول عشان عايزه اعمل فول، عندي فول مدشوش وكده عايزه اعمله. والبوتاجاز بقى قشطه اهو وزي الفل، وانتي واقفه كده. خلصت والاكل كمان استوى اتغرف بصوا انا عملتها اهو، هقطعها كلها، خدها كلها كده يا ابراهيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا يا جماعه والله العظيم من وش احمر وجميل ازاي. بصوا شايفين البشاميل طالع ازاي. ما رضيتش طبعا اعمل اللي هي الجوانح عشان هما ما بيحبوش الجوانح دي. ورني يا ابراهيم ادوق كده، رغم ان انا ما باكلش، بس انا هدوق حته كده اشوف طعمها ايه. في منتهى الجمال يا جماعه. ما تنسوش بقى بالله عليكم، بصوا كفايه ان انت تعملي صينيه البشاميل دي وبقلل التكلفه، وهتعمليها بصي ما شاء الله يعني. هتبقى لقمه على الفطار ولقمه جميله ومنها مغذيه، والرز مغروف اهو. وطبعا هو بيقول لكم جامده اهو. ابراهيم اعترف بحاجه، ابراهيم ما بيعجبوش العجب. الفيديو سيروا الفتحه لجوزي بعد اذنكم، فضل مش امر. انا عارفه ان انا بتعبكم معايا وامانه عليكم. ما تنسونيش في الكومنتات بتاعتكم والتعليقات، وانا عارفه ان انتوا هتخشوا وهتحبوني برضك ايه. لو انتوا حتى مش متابعيني هتتابعوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.